احنا راصدين معلومات عن اتصال كتير من اعضاء اللجنه العليا بكتير من اعضاء المجلس العسكري، وهذا الكلام موجود. اتصالات جرت على مدى الايام الاخيره؟ بالتاكيد. ما فحوى هذه الاتصالات؟ هذه الاتصالات يعني في احد المرات احد اعضاء اللجنه او احد الشخصيات اللي موجوده في اللجنه ذكر في اجتماعات مع بعض اعضاء المجلس العسكري قبل حوالي 10 ايام انه في خلال يومين ثلاثه هيخلص موضوع حازم صلاح ابو اسماعيل، وبعد اسبوع هيخلص موضوع خالد الشاطر، ولن يسمح لايهما بمنتهى الوضوح بمجرد اللحظه الاولى لتقديم الاوراق حتى قبل فحصها. بمعنى انه عبر عن راي قانوني في الورق المقدمه؟ من غير راي قانوني، دي هذه اراده سياسيه وكلام تفاهم موجود واحنا راصدينه وعارفينه، مش كلام يعني غريب واحنا عارفين. كيف رصدتم هذه الاتصالات يعني بين طرفين لا علاقه لكما بهما؟ والله شوف، الاخوان موجودين في كل مكان، وفي المكاتب وفي الاماكن هتلاقي واحد اخ، هتلاقي واحد قريبه، هتلاقي يعني المسائل. ومصر الان درجه ولاء الناس فيها للمسؤولين قليله، والمعلومات تنقل باشكال كبيره وكثير منا يتعاطى الكلام والمعلومات، يعني في حاله سيوله في البلد. هذا كلام سيخيف المسؤولين بالتاكيد. لا يخيفهم طبعا، بس هو امر واقعي، امر واقعي الان، ما فيش حاجه بتستخبى.